كذب او رياء او النفاق بتاع السوشيال ميديا. اولا لما بتيجي تقول مثلا لحد كل سنه وانت طيب، هل فعلا انت بتبقى صادق في كلامك ده ولا انت عايز تجمع لايكات وكومنتات كتير؟ او لما مثلا تنزل صوره لواحد عزيز عليك مات، واول ما بتنزل فيديو لحاله انسانيه، او مثلا بتزور واحد صاحبك مريض، او اول ما بتعمل عمل خير، او وتنشر بوست بتدعي فيه لفلسطين مثلا، او تدعي لواحد تعبان، او تطلب من الناس انها تدعي لك علشان فلان ده مثلا داخل العنايه المركزه، ولا بنت فلان دي تاهت، ولا ابن فلان ده اتخطف، ولا مثلا عندك شغل جامد او مصلحه جامده، او غيره او غيره، او انك انت مثلا بتعمل خير، وتبقى راجل مرائي رايح تحج مثلا، فبتتصور هناك كتير عشان بعد ما تيجي يقولوا الحاج فلان راح، الحاج فلان جه، تمام؟ او لما ربنا يكرمك مثلا وتبقى معاك فلوس كتير وتيجي تضحي بقى على العيد، خد يا ابني ادي اللحمه دي لبيت فلان وقول لهم الحاج فلان بعت لكم اللحمه دي، وتفرش الذبيحه في الشارع وتخلي الناس كلها تشوفك، وتوزع الشنط على الناس عشان بقى ايه، الناس تشوفك، وتوزع فلوس وتتصور مع الغلابه، اهم حاجه تتصور معاهم، وتبعتهم كمان يحجوا على حسابك، والنت كله يبقى شايف صورك وانت بتنزلها على النت. او مثلا زرت مستشفى مشهوره مثلا زي بتاعه السرطان، وتروح هناك، واهم حاجه تليفونك يبقى جاهز على الكاميرا ومفتوح عشان لما تتصور صوره تنزلها على النت علشان صفحتك تتشهر مثلا، او قناتك تزيد مشاهداتها. وكمان المنافق اللي هو بوشين، اللي كل مثلا تلاقيه طالع مع كل واحد شويه هنا وهناك، في كل لقطه موجود وفي كل الاماكن تلاقيه كلامه ملوش دليل وملوش معالم، ونيته وضميره على المفتوح على البحر. اهم حاجه عنده الماده والقرش الكتير، ما يهمش بقى النهارده مع مين بكره مع مين وراح فين جه منين، اهم حاجه ان صفحته وقناته يبقوا الترند الاول، وتجيب اعلى زياره واعلى مشاهده، وتبقى صفحته او تبقى صورته ملمعه في كل القنوات مع كل حدث جديد، ورايه مع كل الناس مع كل ترند طازه. اهم شيء انه يبقى افراد، اهم حاجه ان هو يبقى في ذهن الناس حاضر وموجود. بيجيب القرش منين؟ اي حاجه همي، اهم حاجه يجيب فلوس ويبقى في ذهن الناس حاضر وموجود.